كان في هناك ضعف حكومي، هذا اللي ممكن يشعل بعض الناس في الحراك السياسي ضد الحكومة؟ في ضعف حكومي، نعم. ومع الأسف من حكومات متعددة، مش بس الحكومات، نعم. من كل الحكومات اللي مرت على الكويت في ضعف حكومي، وهذا هو سبب يعني تجرؤ الناس. احنا دائما نقول لهم إذا فقد الحكم هيبته، اللي بيحكم عزوات، اللي بيحكم القبيلة الفلانية أو الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الطائفة تلك. نعم. لأن لما يفقد الحكم، وهذا أخطر شيء، أنه يفقد الحكم هيبته. احنا الحين أمام استعادة هيبة الحكم، والحمد لله بدأنا نستعيد. أقول لك حكومات بالسابق ضعيفة، وكان يهزها الحديث عن الفساد، الحديث عن سراق المال، الحديث عن الرشاوي، بينما هذه كلها أجندات ما عندك إثباتات عليها. نعم. لن تتكلم، حتى أمريكا فيها فساد، نعم. حتى أوروبا كلها فيها فساد. نعم. عرفت شلون؟ نعم. لكن عندما أنت تجي تتحدث عن الفساد، تحدث مش عن أجندة وهمية، جيب المستند بالضبط وتحدث فيه. إنما تقول لي فساد وكذا وكذا، وعلشان شو اسمه، مثل ما حصل بالمجلس، سقوط المجلس السابق واستقالة رئيس الوزراء. نعم. نعم، طلعت أجندة يعني الناس اندفعوا معها، أجندة التحويلات المالية، وحطوها مبالغ مهولة. تقصد في قضية الإيداعات؟ وقضية الإيداعات. نعم. اتهموا نواب بإيداعات مبالغ خيالية. نعم. يعني أكو واحد عنده إيداعات ب20 مليون و10 مليون. يا جماعة عيب هالحكي. لكن الناس تلقفها أجندة حلوة، وطلعوا بساحة الإرادة بالآلاف.